يبدأ منتخب مصر مباشرة التحضير للمواجهة المرتقبة أمام منتخب استراليا بعدما طوى صفحة اللقاء السابق. وشهدت الساعات الماضية حالة من القلق داخل معسكر منتخب مصر بعد معاناة الفريق من عدة غيابات عقب مواجهة إيران، حيث تأكد غياب مهند لاشين عن اللقاء المقبل بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث، إلى جانب وجود أكثر من لاعب يخضع للفحوصات الطبية. وكشفت مصادر داخل المنتخب أن الجهاز الطبي يبذل جهودا كبيرة لتجهيز محمد صلاح بعدما تعرض للإصابة في العضلة الخلفية، حيث يخضع اللاعب لبرنامج علاجي مكثف. وما زالت هناك محاولات مستمرة لتجهيزه قبل مواجهة استراليا، مع عدم التسرع في الدفع به إلا إذا حصل على الضوء الأخضر طبيا. في المقابل تبدو فرص أحمد فتوح في اللحاق بالمباراة ضعيفة للغاية، بعدما أكدت المؤشرات الأولية أن حالته تحتاج إلى مزيد من الوقت للتعافي، وهو ما يجعل مشاركته أمام استراليا صعبة حتى الآن. وعلى الجانب الآخر تزداد فرص حمدي فتحي في التواجد ضمن قائمة المباراة المقبلة بعدما أظهرت الفحوصات الطبية تحسنا ملحوظا في حالته ليصبح قريبا من دعم خط وسط المنتخب إذا صارت الأمور كما هو مخطط له. كما اقترب حسام عبد المجيد من استعادة جاهزيته الكاملة بعدما وصل تنفيذ برنامجه التأهيلي بصورة جيدة، وهو ما يمنح الجهاز الفني دفعة قوية في ظل الحاجة إلى تدعيم الخط الخلفي قبل المواجهة المقبلة. وينتظر حسام حسن التقرير الطبي النهائي قبل الإعلان عن القائمة التي ستخوض لقاء استراليا.